ايجي ماس قطاع يعني بيقول لك ركبني. مسافه ما يتقطع بيقول لك انا بتجمع لوحدي. من شركة البروج مكملين معاكم حملة ما تخليش حد يضحك عليك. النهارده هنعرف ازاي تختار القطاع المناسب ليك، سواء بتركب شباك او باب او حتى بتركب مطبخك في البيت. اهلا بيكم في شركه البروج، معاكم مهندس معاذ. اشتغل بقالك قد ايه في المجال؟ 17 سنه بالظبط. لو انا بشطب مكاني سواء بيت او مكتب او حتى انا مقاول، ازاي اختار القطاع المناسب ليا؟ قطاع اي 105 لو الفتحه مثلا تعدي ال 2 متر ونص او 3 متر فبقدر احط لها قطاع كبير، انما لو الفتحه اقل شويه ممكن احط لها قطاع الايد 3 سبعات. هل انا كعميل ممكن اطلب منكم انكم تشتغلوا بقطاع معين؟ ما برجحش للعميل ان هو اديله قطاع معين، ممكن يبقى هو محتاج القطاع المعين دوت عايزه وليكن جرار. الشباك مثلا الجرار دوت لازم يتعمل اقل حاجه على مساحه، ليه؟ عشان الضرفه لما تيجي تقفلها ما تعملش معاك 8 او 7 تلب معاك، تيجي تروح قافلها تروح قلبه. فشباك مثلا متر في متر او متر و10 وعايزه جرار، لا ده ما يصلحش خالص ان هو يبقى جرار، لا قطاع كبير ولا صغير. فانا لا، لازم اديله القطاع المناسب ليه. ايه اللي المفروض اراجع عليه وانا بستلم الشغل بتاعي؟ لما العميل بيجي يتعاقد معانا بنوري له عينه، يفضل ان هو يستلم على عينه الاكسسوارات بقى، اذا كان العجل او اذا كان السكاك الاكره او السبليونه. الكلام ده كله بيراجع عليه، والشطوفات والكاوتش والسلك ده كله يعني بيفرق مع العميل طبعا. ايه العيوب الشائعة في القطاعات اللي مش معتمدة في السوق؟ كل قطاع دلوقتي في منه كذا سحبه، يعني دلوقتي بيعملوا يعني اعاده تدوير الالومنيوم، صفائح الكنز، رائش، الكلام ده كله بيتصب ويتعاد تدويره تاني. في اكتر من كذا شركه ان هي مش معتمده للقطاع نفسه. هل المميزات اللي قلناها موجودة في قطاعات ايجي ماس ولا لا؟ طبعا. قلنا عندنا في القطاعات التانيه بيعملوا اعاده تدوير الالومنيوم. طبعا عندك في ايجي ماس بيصبوا بسبيكه بيور 6063، ده بالنسبه للالومنيوم. حتى في قطاعات المطابخ الكورنيكتور اللي هو البلاستيك بيحط عليه بتاع 600 كيلو الومنيوم. فالعظمه البيور اذا كان في الاكسسوار او اذا كان في الالومنيوم. هل العيوب اللي حذرنا منها مش موجودة في قطاعات ايجي ماس؟ ايجي ماس قطاع يعني بيقول لك ركبني. قطاع هو عايز بس ايه، يعني مسافه ما يتقطع بيقول لك انا بتجمع لوحدي. ايه اللي يخليني انا كعميل او فني او حتى مهندس اختار قطاع ايجي ماس واشتغل بيه؟ بالنسبه لي انا كراجل فني برجح للعميل، يعني بقنعه كمان ان هو يشتغل في ايجي ماس. تعالى في الفينش، لا، في عندك ما بين كل قطاع والتاني في اكتر من 6 ميزات. يعني عندك السلك مثلا بيبقى ليه 3 مجرى للفرش، في اكتر من حاجه و20 ميزه في القطاع لوحده، حتى الحلق 2 كورنر، كل حاجه يعني قطاع متفوق، والسعر فرق بسيط جدا. تنصح العميل يختار السعر ولا الجودة ولا الاتنين مع بعض؟ بص، هو مثال بسيط بيقول لك الغالي ثمنه فيه. مبدئيا هتيجي تقول لي انا مهتم بالسعر، تعرف ان انا مضحوك عليا. طبعا السحب او الوزن نفسه ملعوب فيه، انما في ايجي ماس هي شركه واحده معتمده. يعني انا حتى لما باجي اقول للعميل هو العود ده هو العود ده، يعني هي القطعه اللي انت شفتها دي او هو النوع اللي من القطاع ده هو اللي هيجي لك بالظبط. ليه بتكلم بكل ثقه؟ لان هي شركه واحده، مش هتلعب لي في وزنه القطاع. انما اي شركه تانية لا، فيها لعب في القطاعات او في الوزن او في السحبه نفسها. شكرا يا باشمهندس.